كنت بدردش مع احمد صاحبي في مره، فبقول له هو امتى الناس هيبطلوا جنان، امتى الناس هتعقل. كنا بنتكلم عن مشاكل الناس وتصرفات الناس الغير منطقيه اللي بتظهر لك في اوقات كده وتستغربها، ما تفهمش هو فلان ليه عمل كذا. يعني انت عارف شخصيته بشكل معين فتلاقيه عمل تصرف مختلف خالص عن شخصيته. فرد على رد عبقري، اعتقد ان الرد ده ممكن يتعمل منه كتب. يعني قال لي الناس هتبطل تتجنن لما يبطلوا يسلطوا ميكروسكوب على غلطات غيرهم اللي ممكن تكون تافهه وتتعدى، ولما يبطلوا يلبسوا نظارات سوداء عن افعالهم هم اللي ممكن تكون كارثيه. فكره انك انت تبقى بالنسبه لك قطه غيرك جمل، يعني تفتكر ان غيرك ده ايه الحاجه اللي بيعملها صغيره مصيبه كارثه كبيره. ده بيرجعني لقصه من القصص اللي بعتوها لحد منكم بعتها. سمر بعتت رساله على الانبوكس وبتحكي حكايتها، بتقول ان هي من وقت ما كانت في ابتدائي حياتها ما فيهاش غير شخصيتين بس، رشا ومحمد. رشا صاحبه عمرها ومحمد خطيبها. سمر عندها 28 سنه، خريجه كليه علوم، بتشتغل حاليا في معمل من المعامل الطبيه، يعني معامل التحاليل الطبيه. وبتقول ان هي كبرت ومعاها الاثنين دول طول مراحل حياتها، ارتضتهم واكتفت بيهم عن الدنيا كلها. وكان عندها من الشجاعه ان هي تقول يمكن هم كمان كانوا اقرب ليا من والدي ووالدتي واخواتي، يعني هم دول اقرب لي، يعني دول احب ليا كمان منهم يعني. فرشا صاحبه عمري، ومحمد الشخص اللي فضلت احبه من واحنا في ابتدائي لغايه ما خرجنا مع بعض من الكليه، ثم بعد كده اتخطبنا. لكن المشكله بتاعت سمر في التعامل مع رشا ومحمد، وهي المشكله اللي كانت قدام عينيها طول الوقت، ولكن للاسف ما كانتش قادره تاخد قرار او تبقى حاسمه ضد التصرف ده، ان هما الاثنين بيتعاملوا معاها بطريقه واحده تقريبا. ازاي؟ رشا دايما 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 اي غلطه صغيره تطلع من سمر حتى لو مش مقصوده هي بالنسبه لها غلطه كبيره. مثال، في مره كان بينهم ميعاد يتقابلوا، وكانت سمر واعده رشا ان هم يخرجوا. سمر تعبت التعب ده مش في ايد حد، يعني ده في ايد ربنا. تعبت فجاه وسخنت في اليوم ده، حتى وقتها ما راحتش الشغل وخدت اجازه، بس هي متفقه تقابل مع صاحبتها بالليل. تحملت على نفسها عشان الميعاد ونزلت، بس قبل ما تنزل خدت حقنه، فطلبت ممرضه تيجي تديها حقنه في البيت عشان تقدر تنزل يعني. فتاخرت عن ميعاد رشا 5 دقائق، 5 دقائق بس، يعني مش اكتر من كده. طبعا ده حاجه، دي معجزه ان حد تاخر 5 دقائق بس يعني. فلما رشا قابلتها، ايه يا سمر، ايه الميعاد التاخير ده؟ انت كلها 5 دقائق يا حبيبتي. ايوه 5 دقائق بس انا واقفه في الشارع، 5 دقائق واقفه في الشارع، واحده واقفه في الشارع لوحدها. يا حبيبتي انا كنت تعبانه بس. طب خلاص مش مهم، يلا بينا. لا لحظه يا رشا، في جمله عدت عليكي كده، بقول لك كنت تعبانه. انا كنت تعبانه، انت حتى ما سالتنيش كنت تعبانه عندي ايه. طب تمام ماشي، ايه تعبانه عندك ايه؟ خير، كنت سخنه وكذا كذا كذا. قيس بقى على كده، كل حاجه بتطلع من سمر بتتشاف من رشا فيها تقصير، واي حاجه خاصه بتطلع من رشا مهما كانت كبيره تتفوت. لما جت رشا اتخطبت، سمر كانت بايته عندها في البيت 3 ايام متواصلين التجهيزات ده، وده مش فرح، اسمها خطوبه. يعني مثلا ممكن ده يكون مفهوم بالنسبه للفرح، لكن في الخطوبه راحت قعدت تحت رجلين صاحبتها عشان تشوف طلباتها وعشان التزويق وعشان كل الحاجات بتاعت البنات. 3 ايام متواصله سابت شغلها واختها خدت اجازه من شغلها وقعدت في البيت مع صاحبتها. كل ده بيتنسي، كل ده ما يتشافش. لما رشا تعبت ودخلت المستشفى عشان تعمل عمليه الزايده الدوديه، سمر راحت قعدت معاها في المستشفى يومين كاملين لغايه ما خرجت من المستشفى وخدت اجازه من الشغل بتاعها. مواقف كتير، هي حاكيه مواقف كتير جدا بتبين لك، بس انا اخترت الموقفين 3 دول بالذات عشان دول اللي بيبينوا ايه، تعرف شويه الدماغ عامله ازاي يعني. طيب انت ليه يا سمر ما خدتيش موقف؟ يعني ليه دايما ما هو في الاخر رشا على طول جاي عليكي، ماليش صاحبه غيرها، ما اخترتش حد غيرها، القدر ما حطش قدامي حد غيرها، وانا بحبها فعلا. يعني هي فعلا بتحب صاحبتها، وفعلا كانت بتفوت لها عن اقتناع، يعني مش بتفوت لها وهي متألمة، لا بتفوت عن اقتناع. خلاص يمكن مش قصدها، يمكن مش واخده بالها، يمكن ومليون تبرير يطلعوا علشان يفضل الوضع زي كده مستمر. تعالى بقى الناحيه الثانيه، محمد، هي مخطوبه لمحمد وعن قصه حب من ابتدائي، تمام، نفس التعامل يعني زي ما رشا بتعامل سمر، فمحمد برضه هو نفس النسخه بتاعت رشا بس على رجالي. يعني يكونوا مثلا متفقين عايزين يروحوا مثلا، رايحين هما الاثنين ميعاد يتعشوا بره، تجهز سمر وتتزوق وكل حاجه وتمام وتستعد وتلبس وتتشيك وتستنى خطيبها يعدي عليها، يروح مكلمها قبلها بدقيقتين الميعاد اتلغى، انا عندي مشوار، رايح مشوار مهم. طب رايح فين؟ تكتشف انه بعد كده رايح ماتش كوره. طب احنا متفقين على الميعاد ده بقالنا اسبوع. معلش بقى يا سمر، هنبقى عوضها لك بقى خلاص، يعني هي المطاعم هتقفل، بس فين وفين لما بشوف اصحابي عشان العب معاهم. موقف تاني، اخوها يعمل عمليه، اخو سمر يعمل عمليه، فمحمد يختفي اول يومين، ما يتصلش خالص ولا يظهر ولا اي حاجه. فلما تشوفه وتعاتبه، يجي هو يقول لها انت عتابك ليا كان قاسي، كان جامد، وكان فيه قله ذوق.
لا انا ما قلتلكش، قلت لك قلت لك انت ظهرت يا محمد والله ده كتر خير الدنيا. فينك يا عم؟ ده كده يعتبر عتاب قاسي. يتلكك هو في الحته دي. ازاي تكلميني بالشكل ده؟ ازاي تقولي لي انت كتر خير الدنيا وعاش من شافك والكلام اللي فيه تريقه ده؟ مش تشوف الاول انا كان عندي ايه؟ انا اخويا كان تعبان، اخويا كان في المستشفى، كان بيعمل عمليه خطيره، انت ما كنتش موجود، انت 48 ساعه مش موجود خالص. استمرت السلسله دي على كده، واستمر الوضع ده على كده لغايه ما جت من 6 شهور سمر قررت ان هي تقول لا كفايه، انا مش مكمله، انا مش هكمل اكتر من كده في الوضع ده. فقالت طب انا قعدت بقى تسال نفسها، انا هقدر اخد القرار؟ طب انا هقدر استحمل؟ طب هم لما يختفوا من حياتي، ما انا حياتي فاضيه مفيش غيرهم، طب هقدر؟ قالت لا، لازم اقدر عشان خاطر نفسي، لان انا في الاخر ممسوحه قدام الاثنين، لا خاطري ليه قيمه ولا شخصيتي قدامهم ليها قيمه، ولا كرامتي ليها اعتبار عندهم. طب انا هستنى ايه؟ انا مستنيه ايه؟ قررت ان هي تقول ايه؟ لا. قالت سلاحي في المعركه دي كانت كلمه من حرفين، لا لام الف. رشا اتصلت بيها بتقول لها بقول لك ايه يا سمر، يبقى هاتي لي كذا 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 وانت جايه. قالت لها لا. قالت لها ايه؟ لا معيش فلوس مش هجيب. انت لا لا مش هجيب. مستغربه لا مش هجيب، لا تمام. راحت قفلت السكه. محمد نفس الكلام، بقول لك يا سمر عايزين انا وانت نروح كذا كذا عشان اختي، هنروح نزور اختي لان اختي ولدت. قالت لا مش هروح لها لوحدي. يعني ايه لا بقول لك لا مش رايحه. وقالت له لا. ايه ده كده؟ طب راح قافل السكه في وشها. طبعا هما الاثنين رشا ومحمد افتكروا ان سمر جات لها كده خدت حبوب شجاعه يوم ولا اتنين وهترجع بتعيط وبتبكي، لكن سمر كانت جدعه يعني، فضلت مستمره في الموقف بتاعها وما اتصلتش يوم 2 3 4 شهر. بتقول بدات الاحظ بعد شهر ان رشا عماله تقول لكل الدوائر بتاعتنا اللي حوالينا شفتوا سمر اللي كنا فاكرينها طيبه طلعت قاسيه ازاي، وطلع قلبها جامد، وطلعت بتتكلم بعنف وبتزعق وبتاع. كلام ما حصلش خالص. كلمه اللي من حرفين دي لما اتقالت رشا اللي مش متعوده تسمعها عفرتتها، خلتها بتقول كلام ما حصلش عن صاحبتها. نفس الكلام محمد برضه الناحيه الثانيه بقى يتكلم مع اخو سمر ومع والدتها، يقول لها شفتي بنتك بتقول ايه؟ تقول لي تحرجني وتقول لي مش رايحه معاك وكذا كذا 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 كذا. سمر بتقول انا ارتحت بعد ما قلت الكلمه دي، وحسيت ان انا نفسي رجعت لي. وبعد ما مر 3 شهور على اعتدادي بنفسي وبكرامتي واعتزازي بيهم وتصميمي ان انا مش هتنازل عن اي حاجه بكرامتي، فوجئت ان الاثنين بيحاولوا يرجعوا بشكل بقى ايه اللي هو عايزين يجيبوا العيب عليا وهنرجع، يعني احنا عايزين جايين نغلطك، احنا جايين نرجع بس لو جايين نعاتبك. قلت لهم لا، اللي يخرج من حياتي بمزاجه تمام بتصرفاته وبمزاجه ما يرجعش ليها الا بمزاجي انا. في فيلم المصير انتاج سنه 1997 جت جمله حلوه جدا على لسان شخصيه الفيلم، بطل الفيلم العالم العربي ابن رشد اللي جسده الفنان نور الشريف الله يرحمه. قال لك ايه؟ قال لك لما صديق بينقلب على صديقه بيبقى اشرس من قعده عدو، وكانه بياخد بطار الايام اللي حبك فيها. مفيش اي مبرر في الدنيا لاي حد في الدنيا انه يستمر في علاقه بتاخد منه اكتر ما بتديه. الحياه اخد وعطا، بس احنا للاسف بنخلق كائنات جحده وانانيه لما بنديهم من مشاعرنا اكتر بكتير من اللي يستحقوه وبدون ما ننتظر منهم مقابل. الخوف هو اللي بيمنع كتير مننا ان هم ينهوا علاقات شايفين اولها وشايفين اخرها، عارفين ان هي مفيش منها رجا. ليه؟ اولا لانك خايف ان الناس تتكلم عنك ايه ده شوف ده فلان فركش او فلانه فركشت، او انك انت خايف انك ما تلاقيش بديل، او انك خايف انك انت تكون ظالمه، والنتيجه بتديله فرصه والفرصه بتجر فرصه والفرصه بتجر فرصه، وفي الاخر الشخص ما بيتغيرش. مفيش حد فينا بيقدر يصلح حد. لو هتعمل خطوه عشان تصلح حد لازم اللي قدامك يعمل قدامها خطوه، ما ينفعش تفضل انت تاخد كل الخطوات. العلاقات اللي من النوع ده منقوصه، واول درجه في درجات علاجها انك تاخد قرار البعد بشجاعه. مفيش حد بيخرج من حياتنا الا وبيتعوض بحد تاني افضل وانسب واليق، وبتتعامل معاه بمعطيات ما كانتش خالص على بالك قبل كده، لدرجه انك انت بتستغرب ايه ده، هو فعلا في حد كويس كده؟ هو في حد كويس كده، بس اللي قبل كده هو اللي خلاك تفتكر ان ده اخرها. اللي يخرج من حياتك بمزاجه وبسبب افعاله ما ينفعش يرجع ليها الا بمزاجك.